صباح الورد على احلى ناس في الدنيا. انا معرفش الفيديو هينزل لكم امتى، الصبح ولا بالليل، بس ان كان يعني ايا كان انتوا لازم تجربوا البولونيز على طريقتي. حاجة كده وهم خطيرة، سهولة الدنيا، مش هتقعدي في المطبخ وقت. انا بصراحة من انصار ان انتي تقعدي في المطبخ وقت قليل وتطلعي عظمة. جربوا البولونيز بطريقتي واتحداكوا لو ما خليتوهاش اكلة في اسبوعكم وتعتمدوها يوم في اسبوعكم بحق. حاجة موفرة جدا، ب 200 جرام لحمة هتعملي صينية بولونيز، طاسة بولونيز كده حلوة هتأكل معاكوا 8 أفراد، والله ما كلام. جربوها. أنا ما بحبش عامة أحلف بالله في أي وصفة من وصفاتي، بس دي اعملوا زي ما أقول لكم في الفيديو ده بالظبط. ولو ما كفتش معاكوا 8 أفراد ورمت كمان كده، يعني 8 أفراد ياكلوا حبة حلوين كده، وجبة حلوة محترمة ب 200 جرام من اللحمة المفرومة بحق. يلا بينا نبتدي وصفتنا على طول عشان ما اطولش عليكم. انا هنا معايا 200 جرام من اللحمه المفرومه، ده كان كميه اكتر من اللحمه المفرومه، بس انا مش هاخد من الكيس ده غير 200 جرام بالظبط. وبصلايه كده حلوه كبيره مفرومه برضو، انت ممكن تبشريها او تقطعيها صغير قوي او تعمليها في الكبه زي ما تحبي. ومعايا 4 طماطميات، ومعايا جزرتين كبار كده او 3 مبشورين. بصوا بقى، معايا فصين توم اول حاجه، ومعايا صلصه، معجون صلصه طماطم اي نوع، مش لازم هاينز يعني، بس انا ده اللي كان متوفر عندي. بصوا بقى، الوصفه الاصليه فيها كرفس، انت عايزه تحطي كرفس حطي، بس انا بصراحه جربتها بالكرفس، هو جميل وكل حاجه، بس طعمه بيبقى طاغي قوي على الوصفه. وانا بحب بصراحه في الاكل عامه المكونات بتاعتي طعمها، يعني اللحمه يبقى طعمها باين، الجزره بتدي لي تسكيره كده وبتكتر لي في اللحمه، بيبقى طعمها تحفه، لكن الكرفس بيبقى طعمه هو اللي طاغي قوي، فبصراحه بشيله من الوصفه. انت عايزه تحطيه حطيه، قطعيه صغير وحطيه. انا هنا خدت الطماطم بتاعتي 3 طماطميات بس، خدتهم وحطيت عليهم نص كوبايه ميه وحطيتهم في الخلاط واديتهم فرمه كده. وبعد كده حطيت فصين الثوم معاهم ومعلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. عايزه تحطي في الخطوه دي مرقه خضار او مرقه لحمه براحتك، بس انا ما بفضلش اللحمه بامانه، يعني انا بقول لكم الطريقه اللي انا بعمل بيها بالظبط بالحذافير. بحس ان الاكل خصوصا لحمه او فراخ مش محتاج مرقه، فليه طيب نأذي نفسنا ونأذي ولادنا مع الحاجات دي؟ اذى برضو مش اصح حاجه في الدنيا يعني. وبعد كده جبت طاسه حطيتها على نار متوسطه، معلقه سمنه كده محترمه، سمنه بلدي او زيت زيتون بفضلهم، وانتي برضو زي ما تحبي اي نوع دهونه عندك حطي منها معلقه كبيره كده. ونزلت عليها بالبصلايه، اول ما اصفرت خدت لون دبلت، بس البصله ما ينفعش تتحرق منك وما ينفعش تستوي، البصله تدبل. تنزلي عليها ب 200 جرام بس من اللحمه المفرومه، والله حتى لو اقل، يعني انت حتى لو هتعملي مثلا اكله لاربع خمس افراد، انت ممكن تعملي بكبشه لحمه مفرومه، معلقتين لحمه مفرومه بس. البولونيز بترمي معاكي بشكل انت مش هتتخيليه، لان احنا حطينا بصلايه كبيره فرمناها، وبشر الجزر ده بيبقى تحفه وبيرمي معاكي كتير، والطماطم بيرمي معاكي كتير جدا، وطعمها ولا اروع من كده. بجد الاكله دي اختراع خطيره خطيره، انا بشكر اللي اخترعها. بصوا بقى، عشان التركات دي هي اللي بتفرق، البهارات عامه هي اللي بتفرق انا بالنسبه لي اكتر من المرقه والشغل ده. انا هنا حطيت نص معلقه من السبع بهارات، نص معلقه حلوه كده من السبع بهارات، وحطيت رشه كمون ورشه ملح ورشه فلفل اسمر. وهنا بقى هقول لكم البهارات بتاعتي دي. انا هنا البهارات دي حبهان، قرنفل، كوبيبه صيني، ورق لورا. الاربع بهارات دول بحطهم بكميات متساويه واعملهم في الكبه بتاعت التوابل بتاعتي، واخد منهم معلقه حلوه، نص معلقه صغيره تكون حلوه كده هرميه. بيودوا الاكل، اي اكل فيه لحمه او فراخ بيودوه في حته تانية، حرفيا بيروح في حته تانية. انتوا جربوا البهارات اللي قلتها لكم دي في اكلكم، هتشوفوا هتودي الطبخه ازاي في حته تانية. وهنا رشة برضو ملح كده، انت برضو خلي ايدك على طول كده، دوقي وصفتك ودوقي اكلك، شوفي محتاج ملح زودي، محتاج حاجه زودي. وهنا نزلت اول ما اللحمه كده دخلت معايا في السوا، حطيت عليها الجزر بتاعي اللي انا بشراه. اقعدي قلبي كده فيها. واهم حاجه هقولها تاني في اي وصفه عشان تبقى معاكي ناجحه وقمر، تدريج نزول المكونات بتاعتك، عشان كل واحد ياخد السوا السليم ليه، كل مكون ياخد السوا السليم ليه. وانا مش عملت 3 طماطميات بس في الخلاط، خدت طماطميه، انا بقى بحب الحركه دي من عندي، بحب اقطع طماطميه واحده صغيره
قطع كده واحطها في اللحمه بتاعتي، بتبقى تحفه. بحبها جدا الحركه دي، بتديني كده في الاخر كأن انا حاطه دراي توماتوز، اللي هي الطماطم المجففه، بتدبل كده في الاخر وبتديني طعم كده حلو قوي قوي قوي، بغض النظر ان انا عامله كده كده يعني عصير طماطم. وحطيت هنا بقى عصير الطماطم بتاعي اللي احنا كنا عاملينه، اللي فيه توم وفيه صلصه، وضربتهم مع بعض، اديتهم ضربه مع بعض في الخلاط، ونزلت بيهم كلهم كده على الوصفه بتاعتي. خطيره خطيره، تحفه. والبهارات اللي قلت لكم عليها جربوها، وهستنى رايكم في الكومنتات. لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واشتركوا في القناه. معاكم اختكم هالة عربي. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، وقولوا لي في الكومنتات لما تجربوها، وما تقعدوش وقت في المطبخ وتبهروا كل اللي دقوها من ايديكم. انا هنا زودت، انا عماله شنشن معلش معاكم علشان خاطر عندي برد، فمعلش استحملوني بقى الفتره دي لحد ما اخف وادعوا لي. هنجي انا خالص على اخر اليوم بقى، وايه في حته تانية، انا في عالم موازي اصلا. هنا حطيت في الخلاط حبه ميه كده، اجيب بيهم حبه، كل ست بتعرف اكيد الحركه دي، بعد ما بننزل الطماطم لازم حبه ميه كده نلم بيهم بواقي الطماطم اللي في الخلاط دول. احنا هنسيب حاجه برضو؟ اي ست بيت شاطره فاهمه طبعا احنا منسيبش حاجه، احنا ستات بيوت شاطره. انا بامانه اليومين دول اكلتهم يومين منها، الاكله دي اكلتهم يومين منهم. بصوا اقول لكم في اخر اليوم ايه، انا ضايعه اصلا، والبرد ايه يعني قتلني، بس برضو قلت اقوم اسجل لكم. وسلقت جنبها بقى ايه حبه مكرونه سباكيتي كده، انتي اعملي جنبها اي نوع مكرونه براحتك، مش لازم سباكيتي يعني. وهنا بوريكم بقى خدت ايه، كبشه، هي كلها على بعضها مش تاخد 10 دقايق على النار. كبشه ايه من ميه سليق المكرونه كده بعد ما اتسلقت، حاجه وهم، حاجه في حته تانية. جربوا الاكله دي وهستنى رايكم في الكومنتات. وانا هنا حبيت ازود بابريكا، انا من انصار البابريكا يا جماعه، ومش لازم تكون مدخنه على فكره، بس البابريكا بالنسبه لي بتفرق في اي اكله، اي اكله فيها صوص، والنبي حتى لو ما فيهاش صوص انا ناقص احط بابريكا على العيش واكلها كده، بعشقها بصراحه، بتحول الاكل. حطيت ايه معلقه صغيره كده حلوه بابريكا، ودقت برضو تاني عشان ايه، وحطيت رشه سكر بس نسيت اقول لكم، بس عشان تعدل لي حموضه الطماطم، وانا اي حاجه فيها بصل وطماطم اكيد حفظتوني لازم احط ايه، رشه من السكر اهو، ما نسيتش اقول لكم اهو، حطيتها معاكم. انا عماله اقول فين السكر، انا كنت حاطه سكر. برضو بدوق كده في الاخر عشان ابقى مطمنه برضو من كل الجوانب، ناقصه حاجه، ناقصه بهارات، ناقصه اي حاجه، بس الحمد لله وصفتنا قمر، ومش ناقصه اي حاجه، مش ناقصه غير ان انتي تعمليها بس، ده اللي ناقص. حاجه كده اقتصاديه جدا بالنسبه لان انت عامله مكرونه باللحمه، اسمها مكرونه باللحمه وموفره جدا، و200 جرام بس من اللحمه، وقعدت معانا يومين، واحنا 4 افراد يومين كلنا منها. سلقت بس جنبها حبه مكرونه كده، عشان كده بقولك تكفي 8 افراد، وكلنا منها كل واحد حبه حلوين في الطبق، يعني مش مسحت المكرونه باللحمه، لا كل واحد حط حبه من الصوص ومن اللحمه حلوين. اصلا اللحمه مع الجزر مع الطماطم مع البصل بينطر جامد. وهم وهم وهم، هستناكم تجربوها. هنا بوريكم بقى وانا باكلها. يلا ادعولي دعوه حلوه، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. باي باي حبايب قلبي.